السلام عليكم. ايه رأيك بقى تدخل الداشبورد بتاعتك جوه باور ابس؟ يعني تخلي في سكرين جوه باور ابس تفتح لك الداشبورد من غير ما تحتاج تخرج بره الابليكيشن. امشي معايا بقى الخطوات اللي جايه في الفيديو ده وهنعمل العظمه اللي بقولك عليها. اولا محتاج اعرفك ان اللي احنا هنعمله دلوقتي هيحتاج منك لايسنس باور بي اي برو. تمام؟ امشي بقى معايا الخطوات واحده واحده. انا عندي الابليكيشن ده، والابليكيشن ده انا عملت له الداشبورد اللطيفه دي كتجربه. فلو رجعت للابليكيشن ده وعملت نيو سكرين بلانك سكرين عادي جدا، هقدر من انسرت اكتب باور بي اي، هيظهر لي باور بي اي تايل. تمام؟ فهيقول لي هنا عاوز تجيب الباور بي اي تايل ده منين؟ فهقول له مثلا هاتهولي من ماي ورك سبيس، وهدور على الداشبورد بتاعتي. هلاقي ان الداشبورد بتاعتي اللي اسمها بروجكت تراكر مش موجود. ازاي بقى اخليها تظهر؟ جوه باور بي اي برو طبعا هنروح على الثري دوتس دول ونقول له بين تو ا داشبورد. فوانس ان انا اعمل له بين تو ا داشبورد، هيقول لي يا اما هي على اكزيستنج داشبورد او انا عاوز اكريت نيو داشبورد. فهقول له بروجكت داشبورد، دي اللي انا عاوز اعمل لها كرييت، وهقول له بين لايف. قال لي هنا تمام، انا عملت لك بين للتايل ده كله جوه داشبورد. هقول له جو تو داشبورد، فهو دخل لي البروجكت تراكر ده كلها جوه داشبورد سماها بروجكت تراكر. التايل ده بقى انا هقدر استخدمه في باور ابس. هرجع هنا، هحتاج بقى دلوقتي اعمل ريفرش للسكرين كلها. ما عنديش مشكلة نعملها تاني حتى لو ما سيفتش السكرين. اهو هعمل نيو سكرين بلانك سكرين، دي السكرين اللي هحط فيها باور بي اي تايل بتاعي. هعمل باور بي اي وهختار الورك سبيس ماي ورك سبيس. بص بقى ظهرت الداشبورد الجديده بروجكتس داشبورد، والتايل هو بروجكت تراكر. بس كده هقفل دي واديها وقت ان هي تلود واكبرها على قد السكرين. اهي ظهرت معايا وبقت عاديه جدا جوه السكرين بتاعتي. اقدر طبعا ارجع على الهوم بيج واقول له مثلا هنا اكرييت نيو بوتن مثلا، واخليه هنا جنب اخواته، واحط له مثلا ايكون يكون مناسب. تعال نستخدم الايكون مثلا دي، مفيش مشكلة. وهنا هكتب داشبورد وهقول له انه الاون سيلكت هيعمل نافيجيت للسكرين الجديدة اللي اسمها سكرين 1، وهقفل القوس على كده وهعمل سيف وبلاي. اول ما ادوس على الداشبورد هيفتح لي باور بي اي جوه باور ابس بالشكل اللي انت شايفه ده، وهتبقى انتراكتيف عادي جدا ما فيهاش اي مشكلة. واقدر اتحكم في الماب والعب في الماب اكن انا فاتح باور بي اي عادي جدا، بس ده جوه سكرين جوه باور ابس. ما تنساش تستخدم الموضوع ده في الابليكيشن بتاعك، وما تنساش كمان تدعي لي دعوة حلوة. سلام.